يعني انتوا بتلوموا مبارك على كل المصايب، بس ما نسيتوش ان انتوا تاخدوا من نظامه اسلوب التطبيل على انجازات حتى لو مش تبعكم اصلا. وبما ان الموضه الايام ديت هي التطبيل والتهييص للنظام، قررنا ان احنا كمان نخش اللعبه ونطبل على انجاز للرئيس مش بتاعه، ونوهم الناس ان بالانجاز الوحيد اللي ملوش دور فيه انه هيحل كل حاجه تانيه. بعد أن قدم لكم الشعب المصري إنجازاته الصناعية المهولة، بسكويت الشمعدان، الحلاوة السبريد، والطعمية عين الكتكوت، يقدم لكم فخر الصناعة المصرية، نطة هتنطر مصر في عالم التكنولوجيا، التابلت المصري. نتجمع في مصر، يعني مصري على أبوه غصب عن عينك، مصري وأبوه مصري وخفة دمه مصري. التابلت اللي هيحل كل مشاكلك. مبروك يا حبيبي، اللي جاب لك يخليلك. ها هتسميه ايه؟ إيثار. لقد غير إيثار حياتي بالكامل، فقد أصبحت أستخدمه لإنجاز أعمالي وزيادة دخلي. شاشة مقاومة للخدش، استخدامات متنوعة للأكل، للدفاع عن النفس. ايه يا عم، مفيش بنزين ولا سولار يا عم، ياخد ده احطه بانفخادي يعني واسوق بيه يعني؟ إيثار يحتوي على تطبيقات عديدة، ويندوز 95، كاميرا، مواعيد خطابات الرئيس بالترجمة والتفسير. البرادعي مش أحسن منك، جيب إيثار دلوقتي باللون الأبيض أسود مهبب وزي الزفت، مع شهادة ضمان إن لما تحسس عليه الرئيس مش هيقطع لك صباعك. إيثار آيباد بمذر بورد مصري، وقريبا لكارير المرأة اي واد بفازر بورد مصري. إيثار ايباد واي واد بالتحسيس تنهض البلاد. هذا المنتج ليس له علاقة بالإيمان، ويتشابه بينهما هو مثل إنجازات الرئيس من بعض الخيال.